هذه نور من السويد، بنت عراقية عربية ساكنة في السويد. أهلها راحوا لجوء على السويد، عمرها 15 سنة. أجا السوسيال، هذا اللي بيأخذ الأطفال من أهاليهم وبيعطيها يربوها ناس تانيين، أخذها وعمرها 15 سنة من المدرسة بدون علم أهلها، وقعدت عند ناس سويديين. عندهم شاب مراهق عمره 18 سنة، يعني كبير مش ولد صغير، اعتدى عليها. البنت بطلت بنت بسببه، اعتدى عليها أكثر من مرة، راحت بلغته البوليس وكل الدنيا ما حدش رد عليها. عملت لقاء زي ما حفرجيكو هان مع سوشيال ميديا، مع توك توكر، وبرضه ما حدش سمع إلها. اسمعوا. هي نفس الشيء، هي اللي تحن عليكم، وهي اللي بتخليكم عايشين، وتخليكم تفكركم بالحنان. كل هذا الشيء الأهل عندكم وما حد تاني. هلا أنا تعلمت من هذا كل اللي مريت فيه. هذه البنت بعد ما عملت كل اللي عليها وقالت لهم رجعوني لأهلي، أنا بتعذب، أنا بصير فيه بجرة، مش راضيين يرجعوها، فأخذت حياة حالها. خسروا البنت الآن. أهلها بيجروا يثبتوا إنها تم الاعتداء عليها، الشرطة مش متعاونة، المحكمة مش متعاونة، ولا الدولة متعاونة مع أي حدا من اللاجئين. فقولوا لنا إيش رأيكم، وأي واحد عنده لو 1000 بني آدم على التيك توك يا جماعة اعمل فيديو عن هذه البنت، خلي الناس تأخذ حقها، والله يرحمها ويصبر أهلها، والسلام عليكم.